السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم إن شاء الله وصفة خفيفة، وبإذن الله هتعجبكم إن شاء الله بطريقة حلوة قوي. طبعا احنا استغنينا عن اللحمة المفرومة واستغنينا عن البانيه، فإن شاء الله بإذن الله هنعملها معاكم بالكبد والقوانص. وأنا طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي بنحاول نقدر نمشي بأقل الإمكانيات. وانا جبتها النص كيلو كان ب30 جنيه، لكن انا اتفاجئت كمان الايام اللي جايه دي بيقولوا هتغلى تاني، فربنا يسلم ويرفع عنا هذا البلاء والوباء. فان شاء الله باذن الله انا قطعتها معاكم كده صغير خالص، رفيعه جدا، اللي هي تقطيع العصافيري. ومعانا كمون معلقه صغيره، وكزبره معلقه صغيره، وفلفل اسمر، ومعانا الملح ده حسب الرغبه، ومكرونه قلم، ومعانا 2 بصل، ومعانا نص كيلو طماطم، ومعانا فلفل رومي على فلفل حامي مقطعينه قطع صغيره. ويلا بينا على وصفتها عشان نشوفها. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى. ونبدا معاكم على بركه الله. اللهم اغسل ما بين ايدينا. حطينا حله فيها ميه مغليه وشويه الملح، وهنحط فيها المكرونه هتتسلق. طبعا احنا هنسويها سوا كامل، مش هنطلعها ولا نص سوا، ولا هنطلعها ان هي ايه في اول سواها، يعني تبقى مستويه شويه. لا، احنا هنسويها سوا كامل تماما، تحس ان هي طريه او مهريه. هنا حطيت معاكم دلوقتي حله على النار، حطينا فيها معلقتين سمنه بلدي مع معلقه زيت صحي، عشان ما نحاولش نستهلك من السمنه البلدي كتير عشان خاطر غاليه علينا. فنحاول على قدر الامكان نخليها ماشيه مع الزيت الصحي ده، فالاتنين بيشيلوا بعض عشان تقعد معانا، لان هي اصلا ما فيهاش غره فبتخلص بسرعه. دلوقتي حطينا البصل عليها. عايزه تقطعي 3 بصلات كبار قطعي. المهم ان احنا مش عايزين البصل كتير قوي يغطي على الكبد والقوانص اللي احنا نعملها. يعني انا جايبه نص كيلو، النص كيلو انا عايزاه مقداره يعمل صينيتين. تمام. فانا كده دلوقتي هنقلب مع بعضينا المكرونه، هنشوفها دلوقتي. هي لسه شويه، بس انا بحاول اقلبها عشان القعر بتاعها ما ينشفش او تمسك في القعر بتاعها. ويا ريت نحاول نخلي الغطا بتاعها مهوي عشان لما تيجي تغلي ما تفرش على البوتاجاز زي ما فرت معايا. تمام. فلازم ايدينا فيها على طول نغرب ونقلبها. كده انا خلاص البصل عندي دبل اهو زي ما انتم شايفينه، وحطيت معاهم فصين توم يا جماعه، واديني قلبت الكبد قوانص قدامكم اهو. تمام كده. هحاول بقى اغطيها بعد ما اقلبها شويه مع البصل علشان تكمل سواها، لان القوانص بتاخد سوا، فلازم نغطيها شويه عشان تستوي. تمام. وهنرجع تاني نشوف المكرونه، ونرجع تاني نبص على القوانص، بس نشوف المكرونه الاول. وهنا المكرونه اهي بحاول اقلبها عشان اطلع واحده واشوفها معاكم دلوقتي، ونشوف درجه سواها ايه. تمام. للناس اللي هي لسه داخله اولى سنه مطبخ، اهي استوت معانا المكرونه. هسيبها بس دقيقه تاني واصفيها. هنا بعد ما صفيناها انا جبت الحله تاني مكانها مكان المكرونه يا جماعه. جبت نفس الحله وصفيتها واحط فيها السمنه. حطينا حوالي 3 معالق كبار سمنه، اي سمنه عندك المتاح يا جماعه، بلدي او غير بلدي، هو كل واحد حسب احتياجه وحسب المتاح عنده. وهنحط عليهم حوالي نص كيلو دقيق بلدي المتاح برضه، بس انا بتكلم بحاول على قدر الامكان نشوف اكل صحي شويه. فانا المتوفر عندي دقيق بلدي اللي هو الحبه الكامله. انت عندك دقيق جميع الاغراض او اللي هو الزيرو مفيش مشكله، مش هقولك لا. هقلبها شويه اكتر كده مع السمنه. تمام. بعد ما احس ان هي شربت السمنه وبقت خلاص، يعني قربت تاخد لون، هسقيها باللبن على طول. هنا كده قوانص قربت تستوي اهي، فاضل لها شويه صغيرين جدا وهتستوي سوا كامل معانا. انا هحط هنا معاها شويه طماطم عشان تكمل سوا مع بعضيها، والطماطم كمان تاخد اللون بتاعها الحلو ده. انت ممكن تزودي طماطم لو انت حابه بتحبي الطماطم قوي فيها، زودي. يعني مش عايزه تشيلي احط طماطم تماما، شيلي الطماطم منها وما تحطهاش خالص. تمام. بس انا بحطها عشان خاطر هي بتطعم الحاجه معايا، سواء كانت لحمه مفرومه او بانيه او الكبده القوانص. فالطماطم بتسكرها وتبقى حلوه قوي، وكمان بتحمر معانا المكرونه. هنا بعد ما قلبنا الدقيق والسمنه مع بعض، خلاص كده انا مش عايزاها تلون قوي يا جماعه، انا كده خلاص حلو قوي اللون ده. تمام.
هي كده اختلطت ببعض كويس، بس مش محتاجة ان هي تلون معايا لان ده بيأثر برضو على لون البشاميل. تمام، بدل ما تبقى لونها ابيض فاتح يبقى لونها مصفر. فانا كده خلاص هحط لها اللبن. تمام كده، اللي متوفر عندك. انا بحط بصراحة لبن كامل الدسم اللي هو بخيره. انتي عندك النوع تاني حطيه، عندك المتوفر عندك برضو حطيه، مفيش ادنى مشكلة. بس انا بحس ان دوت طعمه دسم قوي، فبيبقى حلو قوي في الاكل، فطعمه بيبقى باين. فاحنا هنا خلاص هنقلبه كله مع بعضيه. بصوا، هتحاولوا تقلبوا، هتلاقوا الحاجه مثلا متكتله ومش عايزه تفك معاكي زي ما عملت معايا دلوقتي كده. فانا هجيب معايا الهراسه او تحطيهم في الخلاط وتضربيهم ضربه كده، هتلاقيهم فكوا معاكي. لو انت مش عايزه تحطي في الخلاط مفيش مشكله، اعملي زي ما بعمل كده بالهراسه، وتفضلي وراها لحد ما تحسي ان الكتل كلها فكت منك وبقت كلها ملمس ناعم وحته واحده زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. تمام، فانا بحاول على قدر الامكان اهرس واقلب في نفس الوقت بحيث ان انا احركها كلها زي بعضيها علشان ما تتكتلش في مكان واحد. انا سايبه النار عليها قايده، ما طفتهاش، بس مهديه النار عليها شويه. وهنا هحط لها الملح بتاعها، اظبطه لها. لو انتي حاطه مكعب مرقه خدي بالك من الملح اللي هتحطيه عشان ما يبقاش حادق معاكي. تمام، وهنحط فلفل اسمر. لو عندك شوربه كملي بيها كملي، لو ما عندكيش شوربه وحسيتي ان هي تقيله حطي شويه ميه مفيش مشكله. زودي لبن لو عندك لبن بزياده، فالمتاح عندك هتعمليه. هي خلاص فكت معايا اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين. المشكله دي ممكن تقابل البنات اللي لسه داخلين المطبخ جداد او لسه عرايس وبيعملوا اكل، فدي ممكن تقابلكم، مفيش مشكله عادي، تعاملي معاها طالما ليها حل. والحمد لله كل حاجه متوفر لها حل بفضل الله. فاعملي الحاجه وانت بقلب جامد، ما تخافيش، ولو باظت منك مره مش هتبوظ منك التانية، فما تقلقيش ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. احنا كده خلاص خلصناها زي شايفين. هي كده بالنسبه لي كويسه، احنا بنحبها كده سميكه شويه. انت ممكن تزوديها شويه ميه لو انت عايزاها اطرى من كده كمان، سايله شويه يعني. هنا الكبده قوانص خلاص استوت معانا، هنحط لها بس البهارات بتاعتها والفلفل الحامي والرومي اللي احنا مقطعينه زي ما انتم شايفين كده. وحطينا البهارات. طبعا الناس اللي لسه داخله الوقت بتشوفنا، احنا حطينا نص كيلو كبده وقوانص، عليهم بصلتين كبار، حطينا فلفل رومي وفلفل حامي مقطعين صغير، والبهارات ملح وفلفل وكمون والملح ده حسب الرغبه. تمام، وحطينا سلطه الطماطم. هنا انا قسمت البشاميل يا جماعه زي ما انتم شايفين، خدنا نص الكميه في حاجه لوحديها، وخدنا اقل من النص هنحط عليه المكرونه وهنقلبه كويس مع بعض بحيث ان يبقى البشاميل مغلف المكرونه وبالزياده كمان. تمام، هي دي اللي هتعمل معانا عمليه الربط في الخرطه، وتطلع معاكي يعني قطعه حلوه كده كويسه ماسكه نفسها زي ما بنقول. تمام، شايفين البشاميل؟ بصوا هو هيبقى ما شاء الله لما بارد طعمها تحفه وحلوه قوي، وتحس ان انت بتاكلي مكرونه بجد باين عليها طعمها، مش هتحس انك بشاميل معجن في بقك او تحس ان كتير قوي فيها خالص. فزي ما بقولك كده بقلل البشاميل من فوق بس بكتره في المكرونه. تمام، ودي تكه حلوه قوي، جربيها وان شاء الله تعجبك. زودي بشاميل مع المكرونه وانت بتحطيها زي ما انتم شايفين كده. فانا هنا مزوده بشاميل مع المكرونه بحيث ان هو يبقى بالزياده مع المكرونه، وهو ده اللي هيعمل عمليه ربط مع المكرونه وتطلع معانا خلطه سليمه. فانا بحاول اعمل رصه كويسه. واحنا اهم حاجه عندنا القاعده من تحت يا جماعه، عشان لما نيجي نحط الصوص بتاع الحشو ما ينزلش في القاعده. تمام، في القعر يعني، لكن من فوق مفيش مشكله، احنا كده كده هنغطيها ببشاميل. فلو المكرونه قليله من فوق عادي، البشاميل هيغطي عليها ومش هيبقى في اي مشكله فيها. برضو دي ممكن تواجه حد يعني يقولك المكرونه خلصت وما كملناش الوش بتاعها، عادي كملي بالبشاميل وغطي وشها بالبشاميل ومش هيبان. بس اهم حاجه توزعي المكرونه كويس على الوش بحيث ان هي تبقى ايه متنطوره في كل حته في الصينيه من على الوش، عشان لما تحطي الغلاف بتاع البشاميل
يبقى ماسك في المكرونه وماسك في الصينيه كلها، ما يبقاش جنب فيه مكرونه على الوش والجنب التاني ما عرفتيش تحطي فيه. فاحنا على قدر الامكان بنمشي الامور باقل الامكانيات اللي عندنا، والفاضل عندنا او البواقي اللي عندنا بنحاول نظبط بيها الامور كده معانا وندبرها يعني. كده احنا حطينا الصوص كله، وزي ما انتم شايفين كده وزعنا، وباقي منا كمان الصوص. فانا قلت لكم احنا عايزين الكميه تكفي معانا صينيتين، فانا عاملاهم على كيلو الا ربع مكرونه، نص كيلو كده قوانص، كيلو الا ربع مكرونه قلم. تمام. فانا بحاول اهو، بصوا انا بحاول اوزعها عشان المكرونه تكفي معايا اهو. فانا بحاول على قدر الامكان، مش شرط ان انا اغلفها كلها مكرونه، يبقى مكرونه من تحت ومكرونه من فوق، مفيش ادنى مشكله خالص. فانا بعمل حاجات بسيطه جدا من فوق عشان تعمل معايا بس ايه، ماسكه مع البشاميل. تمام. فهو خلاص انا كده وزعتها زي ما انا على قد ما اقدر، وكمان عشان اقدر احاول اخلي شويه مكرونه للصينيه التانية، وبرضه هنعملها مع بعضينا بنفس الطريقه. والكل اللي عملناهم صينيتين الحمد لله رب العالمين، بكيلو وربع مكرونه وبنص كيلو كبد وقوانص. تمام. وزي ما انتم شايفين الحشو ما شاء الله لما بارك مكفي الصينيه كلها، فما فيش حته فيها وحته ما فيهاش. ربنا يا رب يجعلها صحه وعافيه لينا وليكم. بجد طعمها حلو قوي، هتعجبكم ان شاء الله. لو انتي عايزه تحطي صوص طماطم او صلصه طماطم على البشاميل وانتي بتقلبيها مع المكرونه عشان يبقى لونها محمر، مفيش مشكله اعمليه، بس بصراحه هي بيبقى كده حلو قوي. هنحط بضايه على النص التاني بتاع البشاميل اللي احنا شلناه يا جماعه، خدوا بالكم من الحته دي. وهنحط البضايه، ولو عندك شويه جبنه موتزاريلا حطيهم عليها دلوقتي كده، وهتقلبيهم برضو، وهتوزعي البشاميل ده على الوش. لو انتي عايزه تخلي الجبنه لوحدها في الاخر خالص وترشيها على الوش، او عندك بقسماط حلو قوي كمان لو متوفر عندك البقسماط مكان الموتزاريلا. فانا بصراحه الاتنين مش متوفرين عندي. انا حطيت فلفل اسمر مع البيض عشان الزفاره. تمام. فانا كده بحاول على قدر الامكان اقلبهم كويس جدا علشان يختلطوا مع البيضه زي ما انتم شايفين كده. فانا هحاول كده اغطي بيها الوش، وبرضك هبقي منها عشان خاطر الصينيه التانية. هنحاول نوزعها. انا معاكم بعمل خطوه خطوه علشان خاطر في ناس لسه مش عارفه تعمل مكرونه بشاميل، او بتبقى قلقانه ان الحاجه ما تطلعش معاها مظبوطه. فانا اهو بعملها معاكي بحاجات بسيطه جدا، وبرضك بديكي الحلول وبديكي حاجات بحيث ان هي ما تقفش معاكي في حاجه. فاهميني؟ فمش هنقدر نكلف نفسنا اكتر من طاقتها. فنحاول على قدر الامكان نبسط الامور على نفسنا علشان تطلع الحاجه كويسه معانا، وفي نفس الوقت كمان نبقى احنا مرتاحين نفسيا واحنا بنعملها، ونبقى راضيين عن حالنا. فانا اهو حطيت الكميه المناسبه ليا على الوش، اللي هي ممكن تغطي الوش وما تخلوش مكشوف عشان ما يتحرقش مني زي ما انتم شايفين كده. بحاول على قدر الامكان اشوف المكان الفاضي واظبطه، والمكان المليان اخد منه وامشي على الباقي. تمام. زي ما انتم شايفين كده، فكل حاجه قدامكم مفيش حاجه من وراكم. فكده خلاص خلصناها، وهندخلها على الفرن على طول. هنحطها الاول في الفرن يا جماعه سخن، هنحطها فوق تحت هتبكبك معانا، وبعد ما تبكبك معانا ب10 دقايق ربع ساعه هنحاول نطلعها تحت الشوايه. تمام. وانت بتحطيها تحت الشوايه هدي النار عليها. احنا هنا دهنا الصينيه بسمنه، وهنحط عليها المكرونه زي ما انتم شايفين كده، طبقه برضو بسيطه كده، ونحاول نظبطها عشان المكرونه تكفي معانا. طب انتي ما تزودي يا سمر المكرونه وما فيهاش مشكله، يعني فيها ايه لما تجيبي بالزياده؟ انا بقول لكم المتاح. يعني في ناس بتبقى ممكن عندها المتاح عندها ومش عايزه تشتري او ما حدش تشتري، فبتعمل بالمتاح عندها، فما فيش مشكله، ما فيش حاجه واقفه معانا. فانا المتاح عندي وما اشتريتش ومش عايزه اشتري، فانا اتحددت نفسي ان انا لازم اخلي نفسي ان انا على قدر الامكان اظبط الكميه اللي عندي، واظبط واطلع الناتج دوت عشان حتى ابقى مبسوطه وان انا فرحانه ان انا قدرت ان انا اعمل حاجه زي كده واوفر فيها، وكمان تبقى اقتصاديه.
هنا هحاول برضو انزل الكميه كلها دلوقتي على الصينيه التانية دي، بس هحاول اوزعها عشان بحيث ان هي تبقى كلها متغلفه بالحشو، ما يبقاش جنب فاضي وجنب فيه. تمام زي ما انتم شايفين كده. فعايز اعمليها وانتي مش مستعجله عشان تقدري تطلعيها طعمها حلو، وتطلعيها كويسه جدا، وتطلعيها مظبوطه. فهتبقى حلوه قوي، هتعجبك ان شاء الله. بعد ما تخلصي هتلاقي نفسك ان انتي عملتي حاجه انتي راضيه عنها. تمام. فانا كده خلاص حاولت انزل كل الحشو في الصينيه، ووزعته الحمد لله عليها كلها زي ما انتم شايفين كده. انا عملتها عشان بحيث ان هي الصينيه بتكفيني يوم، فلما اعمل يومين فانا كده وفرت عشايا تاني يوم. فتكاليف تاني يوم دي الحمد لله ارتحت منها. وبرده الطبيخ كده بعمل الطبيخ بالزياده بحيث ان هو يقعد معايا يومين. في ناس بتحب الاكلات طازه بطازه، مفيش مشكله. لما تعملي الصلصه قبليها جهزيها، مفيش مشكله. عملتي طبختك زودي في الصلصه بتاعتك شويه عشان تكفيكي مره تانية. عملتي الاكل وقطعتيه قلبيه بالبصل واركنيه لما تبقى جاهز ان شاء الله على التسويه. فكل ده هيساعدك برضو في عدم وقفه المطبخ كتير. بصوا يا جماعه انا نزلت كده بقيه المكرونه كلها. تمام. برضو هحاول اوزعها وهغطيها بالبشاميل، ومش هيبقى في حاجه برضو باينه منها. وكمان اتفرجوا على شكلها هيبقى روعة قوي، وطعمها احلى واحلى. فاحنا هنا على قدر الامكان الهدف كله ان احنا نحاول نقتصد ونحاول ندبر امورنا، وتبقى العيشة كويسة علينا شوية، ونقدر ان احنا يبقى فيه تدبير منزلي بايدينا وبتفكيرنا. وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمكم وهيعينكم، لان لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فطالما انت ان شاء الله باذن الله نفسك تجتهدي وتدبري امورك ومحتاره ومش عارفه، ربنا هيكرمك والله وهيغيرك وهيساعدك ان شاء الله في تدابير بيتك. تمام. فاحنا كده خلاص خلصنا اهو توزيع المكرونه. هنحط بقى بقيه البشاميل عليها زي ما انتم شايفين كده. والحمد لله كده خلصنا الصينيتين بتوعنا. انا حاطه الصينيه في الفرن وهحط دي بعديها. هي كده خلاص قربت تستوي، وهرفعها فوق وهحط دي مكانها تحت. للامانه انا زودت شويه لبن على الحبه الاخرانيين دول بحيث ان هو يبقى طري شويه، وكمان يغطي معايا الصينيه كلها زي ما انتم شايفين. فانا عملت كده فعلا. تمام. والحمد لله قضيت، والحمد لله خلاص انتهينا. يلا بينا نحطها في الفرن ونكمل تحميرها ونطلعها ان شاء الله على السفره. بصوا ما شاء الله لما بارك بعد ما اتحمرت، بصوا لونها وبصوا شكلها عامل ازاي وطعمها. والله العظيم بجد حاجه كده خفيفه وجميله وطعمها روعه. اعمليها وان شاء الله باذن الله مش هتندمي عليها. هي المفروض ان احنا نستنى عليها لما تبرد عشان تطلع معانا الخلطه بخرطتها. بس معلش سامحونا بقى عشان نقدر نقدمها لكم. والتانية احنا سايبينها بتاخد وش برضو، بس دي جهزت قبليها. فاول ما تطلع ان شاء الله اوريها لكم. بصوا الخلطه عامله ازاي، اللهم بارك، جميله والحشوه مليانه وطعمها فوق الروعه. بصوا لو استنيت عليها شويه تاني والله بجد هتطلع الخلطه بخرطتها. لكن في اوقات بتعملي المكرونه عندك ممكن تقعدي بالساعه ولا اتنين وبردت وبرضه تطلع معاكي فرطه، بتفرط منك ومش عايزه تمسك نفسها. لكن بصوا دي جميله ازاي. كده خلاص الحمد لله تمت وصفتنا. اتمنى ان شاء الله اكون ضيفه خفيفه عليكم، وتكون وصفتنا عجبتكم، وتكون سهله وبسيطه عليكم ان شاء الله، وتعملوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. دمتم في حفظ الله ورعايته. ويا ريت ما تبخلوش عليا بالشير واللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.